راجعين من فيلم ابيض واسود، بدايته واحداثه ونهايته معروفه، واحداثه كلها هري معتاد. دخلنا على طول خبط لزق كده في فيلم مقاولات هابط مكرر برضه. خساره الوقت اللي ضيعه كل واحد فيكم في متابعه الفيلمين، سواء فيلم الانسحاب الوهمي او فيلم سموحه الكئيب. مفيش اداء اصلا عشان نحلله للزمالك، وان جيتوا للحق اداء سموحه هو اللي ممكن نقول فيه كلام محترم. سموحه دخل الماتش عارف هو عايز ايه، بتشكيل مناسب وكلام متمرنين عليه وبيتنفذ بالحرف. ضغط عالي بالاربعه اللي قدام في نص ملعب الزمالك، وفي نص ملعبهم بيلعبوا مان مع الثلاثه اللي تحت حسام باولو، فاجبروا لعيبه الزمالك تلعب الطويل للا شيء. فرص سموحه اللي بيضيع سموحه، ضغط سموحه اللي بيعمله، السكند والثيرد والفورس والفيفث والسكس لا مؤاخذه بول سموحه اللي بتاخدها. وسط هبوط، لا هبوط ايه، انعدام مستوى كل لعيبه الزمالك بجهازهم الفني بمجلس ادارتهم، فالنتيجه الطبيعيه هي حرق دم جديد للعنصر الوحيد المخلص في المنظومه كلها، الجمهور. لما يعدي نص ساعه والحاجه الوحيده اللي ممكن نتكلم عليها هو اوفر من فتوح راح في الوبا، يبقى احنا وصلنا لقمه البؤس، ويبقى الطبيعي والطبيعي جدا نلبس جون بالشكل ده وبالشكل اللي رسمه مؤمن للاعيبته. ضغط في كل حته في الملعب وبساط هاديه في الرجل تصدر العصبيه والصربعه لعيبه الزمالك اللي محدش بلغهم ان الزمالك ما انسحبش من الدوري. فبتكون النتيجه اللي شفناها في الجون ده اسلام باع نفسه بزحلقه مناسبه جدا لمستواه ومستوى زمايله من اول الماتش. انا هسكت احسن لان اي كلام هقوله ممكن يعاقب عليه القانون. ومن قبل الماتش ما يبدا كلنا عارفين ان الزمالك له بلانت النهارده، وقد كان بعد دقيقه واحده من جون سموحه، والشهاده لله هي صحيحه وما فيهاش اي شك. وحتى لو كان فيها شك كان برضه هيحسبها، لان لا البلد ولا القاره ولا الكوكب ولا المجره هتستحمل اي غلطه في ضرب الجزاء للزمالك في التوقيت ده. وزي ما كلنا عارفين ان الاسطوره بتقول ان اي لعيب بيسيب الزمالك ويلعب قصاده لازم يسجل، ولو كان حارس مرمى بيتحول لديناصور. وحافظت الاسطوره على مصداقيتها، وسجل احمد حسن مكي وصد ابو جبل ضربه الجزاء من مصطفى فتحي اللي بيتوج اداؤه المؤسف هو وزمايله والباشمهندس اللي واقف بره واللي قاعد على التليفون في بيتهم. عادي جدا ولا اي اندهاش. الزمالك اتحسب له الموسم ده 7 ضربات جزاء، ضيع منهم 4، والاكيد الاكيد ان جهاد الجريشه زمانه بيضرب دماغه في الحيطه وبيقول يا ريتني كنت حسبتها لهم، وهم كده كده ما بيحبوش يجيبوا جوان من بلانتيات، وكنا اترحمنا من فيلم هابط استمر شهر. ومن الجدير بالذكر ان الزمالك خسر 4 مباريات من اخر 6 ماتشات. انتهت المعلومه. ولاننا زي ما قلنا بنخسر السكند والثيرد لغايه السكس بول، معلش سامحوني تاني، فالطبيعي ان حد يجرب حظه في الشوط من بره ال 18 يمكن تلبس. ولانه الزمالك وبيموت في سيناريوهات الاكشن لبست فعلا، ولبس الزمالك الجون الثاني اللي انهى المباراه اكلينيكيا، لان بالمستوى المزري اللي شايفينه ده لو الزمالك لعب للسنه الجايه ولا اي حاجه هتحصل. وفي اخر شوط للكابتن حلمي بيحافظ على معتقداته الكرويه وشاف ان الدنيا زي الفل ومفيش اي داعي لاي تغيير بين الشوطين، وبدا بالتشكيل الناجح بتاع الشوط الاول وبارك الله فيما رزق. شوط تاني على سيناريو واحد، هو الصربعه في كل حته في الملعب وهدوء من سموحه اللي لو كان عاوز يجيب الجون الثالث والرابع كان جاب، لكن ربنا ستر. شكرا يا مؤمن، تمرت فيك العشره يا ابني. ومش هطول عليكم لان مفيش حاجه تستاهل اضيع وقتكم، لكن في كلمتين محشورين في زوري. هو ايه الفكره في لعب احمد توفيق مكان اسامه ابراهيم؟ يعني ايه الاماره مثلا في مباراه عاوز تكسبها وتقطش الجبهه اليمين هجوميا؟ تاني حاجه، هو مصطفى فتحي وستانلي كان مكانهم ايه في الملعب، وايه التعليمات اللي واخدينها، قصدي اللي مش واخدينها؟ تالت حاجه، هو الونش فين وليه؟ مجرد سؤال بيفرضه مستوى اسلام. رابع حاجه، هو انت لما بتنزل باسم كراس حربه تاني مين اللي هيلعب راسين الحربه اذا كنت سحبت ايمن ومصطفى رغم سوء مستواهم؟ هو انت لما تسحب مصطفى الوينج اليمين وتنزل رفعت وينج شمال ده له معنى معين؟ استعاره مكانيه مثلا او ضمير مبني للمجهول؟ ما هو اكيد في تركه الماتش خلص واحنا لسه ما فهمناهاش. خامس حاجه، محمد ابراهيم، خلص السؤال وواضح ان ملوش اجابه. سادس حاجه، جايب مدير فني اجنبي لسنه دلدل عليه ترميه وسط الماتشات ومنتظر منه ايه؟ كان عندك اجازه شهر ونص كاس الامم بعد خساره الاهلي وما حصلش،
وبعد ماتش الانتاج اسبوع هري في مدرب جديد وما حصلش، وبعد ماتش المقصة الدوري وقف شهر وما حصلش. يبقى النهارده لو جبت مورينيو دلوقتي وسط الماتشات بجد ايه النتيجه اللي منتظرها على المدى القريب؟ كل الاسئله دي ولا تتعبوا نفسكم في محاوله للبحث عن اجابات ليها. السؤال المهم جدا دلوقتي والاجابه عليه لازم تكون في اسرع وقت ممكن، مين المدير الفني بعد اوجوستو ايناسيو؟